قبل فترة أصبح جدل حول شخصية ابن تيمية، ونحن كشباب لم نسمع الكثير عنه، نعرف أنه شخصيات سيئة ولكن نريد تفاصيل. مولانا آخر كلمة أقول لكم إياها، بتاريخ المسلمين، هذا أقول عن مطالعة، بتاريخ المسلمين ما شفت بتاريخهم شخص أساء لأهل البيت مثل ابن تيمية. أنا ما شفت، مو بتاريخ المسلمين كلهم، تاريخ المسلمين كلهم ما شفت واحد عنده جرأة على الإساءة لأهل البيت مثل ابن تيمية. سليط اللسان وسليط القلم، ما مؤدب مع أهل البيت عليهم السلام، يسيء لهم بموارد كثيرة وتفاصيل، كل ذلك تحتاج إلى وقت. كثير من علمائنا كتبوا بابن تيمية كتب مفصلة، على سبيل المثال الشيخ جعفر سبحاني من العلماء المعاصرين، الشيخ جعفر سبحاني في قم عنده كتابين بابن تيمية من 400 صفحة، جمع فيه آراء. مثلا من علمائنا المعاصرين الأحياء اللي تكلموا كثيرا في ابن تيمية سيد علي الميلاني، وهو حي يرزق، من علمائنا المهمين، عنده أبحاث كثيرة بابن تيمية، وعنده كتاب مجلد كامل ابن تيمية، مجلد كامل عنده ابن تيمية يبين به إساءات لأهل البيت. يقول نقرأ تاريخه بإنصاف ويدافع عنه. خلاصة، فبإمكان الإخوة الرجوع على الأقل إلى الكتابين اللي ذكرتهم، كتاب السيد الميلاني بابن تيمية راجعوه، وكتاب شيخ جعفر سبحاني بابن تيمية هم راجعوه، وهو ينقل ما ذكره ابن تيمية في كتبه بالجزء والصفحة ويحاسب عليه. اثنين، يذكر علماء الآخرين به، مو إحنا، علماءهم به، يذكر أقوال علمائهم ابن تيمية، شهاداته ابن تيمية. فالاطلاع على كل ذلك يخلي الصورة تصير كلش واضحة بهذا الرجل.